السلام عليكم. يا رب تكونوا في افضل صحة وسلامة ويومكم سعيد. النهاردة حابب اتكلم معاكم عن موضوع حاسس ان احنا مش عاطينه حقه. يعني حاسس ان احنا بنبالغ قوي في فكرة التخطيط وعايزين نغير من نفسنا وعايزين نعمل حاجات كتير قوي، بس الاحداث اليومية والافعال اليومية اللي بنعملها هي انا كعمر عايز اكون عمر مختلف خالص خلال السنة دي او خلال الفترة دي. ف بحط خطة معرفش ايه وبتاع والحاجات دي، وفي الاحداث اليومية انا مش بعمل حاجة. اللي ادركته واللي حسيت اللي هو بيجيب معايا نتيجة، لان انا جربت مليون مرة اعمل خطط وبفشل فيها. اللي اكتشفت اللي انا بنجح فيه حاجتين. اول حاجة لما اغير العادات اليومية بشكل متصاعد. يعني انا عايز اعمل رياضة، بقعد اقول هروح يوم الاربعاء والخميس الجيم من الساعة كذا للساعة، في الغالب مش بروح. طيب لو قلت ان انا كل يوم عندي نص ساعة اول ما اقوم من النوم بعمل فيها بس 50 بوش اب وبتمرن سكوات وبعمل نط حبل وبجري شوية، هعمل ده اللي بيجيب معايا. فده معناه ايه؟ معناه ان العادات اليومية اللي انت بتعملها هي اللي بتغيرك للحاجة اللي انت عايزها. عايز تعمل رياضة، حط في يومك اقل حاجة ممكن تعملها ما تقدرش تسوفها. يعني ايه؟ يعني مثلا 20 دقيقة في اليوم رياضة في البيت، وحط عادات معينة تلاقي نفسك تعملها وهتجبر نفسك تعملها. عايز تمارس الانجليش، اربطه بحاجة يوميا بتعملها. نفس الفكرة برضو، عايز تتعلم حاجة معينة اربطها بحدث يومي بتعمله. وما تتكسفش، ما تكونش مكسوف، ما تخجلش من نفسك انك بتفشل. طبيعي، انا فشلت مليون مرة. انا بعمل حاجات كتير جدا وبفشل. انا بحب الفشل، بحس ان الفشل هو جزء من النجاح. بحس ان الفشل هو اللي بيديني الاحساس ان انا بعرف الطريق الصح فين. فعايز تغير من نفسك، عايز تكون عمر مختلف، لازم تغير العادات اليومية اللي بتعملها اللي هتنقلك من نقطة A لنقطة B. قلتها في التيك توك من فترة. عمر هيختلف لما يختلف العادات والأحداث اليومية اللي بيعملها. من غير العادات دي هو مش هيتغير. طيب دي نقطة رقم 1. النقطة رقم 2، لازم البيئة اللي حواليك تساعدك انك تغير من نفسك وتكون عمر اللي انت عايزه. يعني ايه؟ يعني انت عايز تقوم من النوم الصبح مثلا الساعة 5 الصبح، الساعة 6 الصبح، زي ما تحب. لو انت الموبايل جنبك، بص يا اخوانا، العقل دوت، انا بتعامل عموما في حاجات معينة مبدأ الوحش. انا عقلي ونفسي مش بواجههم. يعني انا عارف ان في وحش قدامي، ليه اواجهه وانا اصلا مش وحش؟ لا، اتحايل عليه، اتلاعب بيه، مره اطبطب عليه، مره اعمل نفسي مش شايفه، وهكذا. فانت عايز تقوم الصبح، العقل بيتعامل من مبدأ ان هو عايز على قد ما يقدر ان هو يقلل طاقه، ما يعملش حاجه. فانت لو انت قايم من النوم وجنبك الموبايل بتاعك، انستا مفتوح وفيسبوك مفتوح وتيك توك مفتوح وكلام من دوت، يا عم نجحت 50 مرة هتفشل مرة 51، نجحت 3 مرات هتفشل مرة الرابعة. فليه؟ حاولوا يا اخوانا الموبايل والحاجات اللي هي بتخلي العقل ما يقومش ويركن للراحة، لازم البيئة اللي تكونوا انتوا عايشين فيها او انتوا اللي عاملينها مثلا تكون مهيئة انكم تنجحوا او انكم تعملوا الحاجات اللي انتوا عايزينها. يعني مثلا انا عايز اروح الجيم، فبحط قدامي دايما الشنطة والجهاز بتاعت الجيم. انا مثلا عايز اقرأ، دايما قدامي في كتاب، لازم دايما قدامي يكون في كتاب. فانا لما اعمل كده البيئه بتساعدني. لكن انا لو الموبايل معايا 24 ساعه، انا كعمر عندي 22 سنه، فاضل لي خلاص 4 شهور واكمل 23، عامل لنفسي لوج. انا محمل ابلكيشن وعامل الاشتراك فيه وعامل لوك للابس بتاعتي، لان انا مش هعرف اتحكم فيه. انا لازم اعترف بضعفي. انا مش وحش، انا مش هتعامل مع نفسي مبدا اللي هو بقى لا، انا هتعامل معاه مبدا ان انا ضعيف. فخلاص، مره اروضها، مره ان انا اعمل نفسي مش شايفها، اتحايل عليها، اخلي البيئه اللي حواليها بتجبرني ان امتع حاجه ممكن اعملها ان انا اقرا. عايز اخرج، طيب انا بحب اصور، فهخرج اتمشى كتير جدا وهصور وانا بتمشى. فتحاول
تحايل على نفسك، ما تعملش مع نفسك المبدأ اللي هو انت وحش. انت مش وحش يا بابا، انت ضعيف، انت فرق، انت مفيش خالص يا جدع، احنا مفيش. فتعامل كده، اتعامل مع نفسك بالمبدأ دوت، واحدة واحدة على نفسك، بالراحة على نفسك، ابوس ايدك. فبس انت عايز تتغير، غير العادات اليومية، غير البيئة اللي انت عايش فيها. ما تتعاملش بمبدأ الانتاجية. لا انا بكره الحاجات دي، انا بكره يا جدعان المحتوى ده. خطة، انا حتى لما عملت فيديو دوت بتكلم فيها الحاجات اللي انت تعملها يوميا وبالراحة على نفسك، واستمتع بالحياة. الحياة جميلة، الحياة كلها مش انتاجية. الحياة تتكلم مع العيلة، الحياة تتعامل مع اصحابك، الحياة تخرج، الحياة تصلي، الحياة تقعد ما تعملش حاجة. طبعا احنا في حاجات مأمورين بيها وكلام من ده، بس الحياة مش محصورة في الحاجات دي. يعني انا مش مؤمن ببدأ اللي هو work life balance والحاجات دي. انا بعمل كل حاجة مع بعض تمام، بس بحاول ان انا انوع، بحاول ان انا على قد ما اقدر ان انا ما اخسرش عيلتي، بقى اتكلم معاهم، اخرج صحابي، اعمل اجتماعيات، اعمل حاجه اللي انا بعملها وبحاول. بس اللي هو لا يا مثلا يا مية، لا. فركز في البيئه، ركز في تغيير، ابوس ايدك الاحداث الصغيره اللي في اليوم دي اللي هتغيرك، دي اللي هتنقلك نقله تانية خالص. بعد سنه هتلاقي نفسك بقى عندك عاده انت خلاص ما تقدرش تعيش من غيرها. انا دلوقتي فكره التصوير والحاجات دي انا بحبها، جزء من عمر بيحب يصور. ليه؟ بقى لي سنه ونص بصور، عملت مثلا اكتر من 700 فيديو، بحب الحاجات دي. فبقت عاده عندي، انا كل يوم بالليل عندي تايمر، لازم اعمل فيديو، لازم اعمل فيديو، لازم اعمل فيديو. انا بحب اتكلم واتعلمت، وكل يوم بتعلم، كل يوم بطور من نفسي. ليه؟ لان خلاص بقى حدث من يومي. لما الحاجه اللي انت عايز تتعلمها تكون حدث من يومك، خلاص انتهى الموضوع يا زميلي، انتهى الموضوع يا صاحبي، والله خلاص. انا بزعل ايه مش عارف، بس يلا. انا النهارده ماشي حوالي 45 دقيقه، وهرجع لسه 45 دقيقه، يعني النهارده 90 دقيقه. يا رب اكمل، يا رب يا رب اكمل. انت ضعيف، ادعي لربنا، ما تتعاملش مع الوحش، تجنب الوحش. عايز تعمل حاجه اعملها مع حاجه بتحبها بس. شكرا، السلام عليكم.